أن ما تقوم به الحكومة التركية من أعمال إرهابية على مناطق شمال وشرق سوريا واستهداف المدنيين العزل بهدف منها ضرب الأمن والاستقرار الذي تحاط به مناطقنا، وبذلك يريد إفشال المشاريع ووحدة المكونات الذي هو نوايا لمشروع الأمة الديمقراطية. وللأسف تحصل هذه الانتهاكات أمام نظر المنظمات الحقوقية والدول المناظمة الروس والأمريكان دون أي تنديد بهذه الممارسات اللا أخلاقية والهجوم البربرية على مناطق الآمنة. فنحن مجلس عوائل الشهداء ندين بشدة هذه الممارسات وسنكون درعا بشريا أمام آلياتهم الحربية لمنع احتلال أي جغرافية أخرى من أراضينا التي حرت بدماء شهدائنا، وأننا سنكون سدا منيعا أمام أي تدخل عسكري، وسنساند قواتنا العسكرية والأمنية حتى الرمق الأخير. وبدورنا نعزي عوائل الشهداء الذين استشهدوا في القصفة الليلة الماضية، ونعاهد شهدائنا أن نكون أوفياء لدمائهم الطاهرة.